انك تكون بتعرف انجليزي كويس في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده خلاص ما بقتش رفاهيه، بقت حاجه اساسيه لكل الناس لاسباب كتير اكيد كل الناس دلوقتي عارفينها. انا واحد كانت دراستي كلها بالعربي وقدرت اتعلم انجليزي لوحدي من البيت واشتغل في فودافون يو كي، وهقول لك ازاي انت كمان ممكن تقدر تذاكر انجليزي لوحدك من البيت. اول حاجه انت محتاج تحدد هدف، انت محتاج تحدد انت عايز تذاكر انجليزي ليه وايه الليفل اللي انت عايز توصل. انا كان هدفي بصراحه ان انا اذاكر انجليزي عشان اشتغل كول سنتر بمرتب كويس وانا في فتره الجامعه، بس كنت اقول هذاكر النهارده وبكره بعده وفضلت على كده سنين. بس في لحظه كانت هي دي اللحظه اللي انا قررت فيها فعلا ان انا هبدا اذاكر انجليزي. كان في منحه مقدماها وزاره الشباب والرياضه ان انت تسافر اليابان، كان تبادل ثقافي كده في الصيف وكنت عايز اروح قوي. المهم جهزت السي في وبعته وكلموني حددوا ميعاد انترفيو الساعه 8 الصبح وانا كان عندي امتحان انشورنس الساعه 10. المهم قلت هروح وانا كده كده جامد في الانجليزي فهتقبل واسافر بقى. رحت الانترفيو كان اول سؤال بليز انتروديوس يور سيلف، طبعا رحت راصص الكلمتين اللي حافظهم I'm محمد بشندي I'm 21 years old and I love football وعدى اول سؤال. تاني سؤال كان why are you interested in this program، ما عرفتش اجاوب. طبعا اللي كانت بتعمل لي انترفيو حسيت انها اتوترت جدا فابتدت تهديني وقالت تديني فرصه كمان وتسالني سؤال محمد what do you know about Japan، برضه ما عرفتش اجاوب ومشيت وانا متاكد ان انا مش هتقبل. بس وانا ماشي صورت المبنى وقررت ان انا في 6 شهور هبقى بتكلم انجليزي كويس. فانك تتعلم انجليزي مهم جدا يكون عندك هدف، والهدف ده ممكن يختلف من شخص للتاني. يعني انا الهدف اللي انا حطيته ان انا عايز ابقى فلوينت في الانجليزي، والفلوينس معناها ان انت تقدر تتواصل باللغه وتتكلم في مواضيع مختلفه بسهوله ومن غير مشاكل، وده اللي هنقول لك عليه ازاي تقدر تعمله في الفيديو ده. ممكن حد تاني مثلا يكون هدفه ان هو يعدي امتحان توفل او ايلتس، ده ليه استعدادات تانية. تاني حاجه المهارات اللي بتستعملها في الانجليزي او في اي لغه عموما. في 4 مهارات بتشتغل عليهم وبتطورهم علشان تقدر تتواصل بيهم باللغه بشكل كويس، وهم الليسننج والسبيكينج والرايتنج والريدنج، وهم عباره عن مهارتين بتستقبل بيهم اللغه ومهارتين بتعبر بيهم عن نفسك باللغه. اول حاجه بتبدا تتظبط بسرعه وهي الليسننج، واللي هو بالانجليزي بسيط اللي اتعلمناه في المدارس، بنقدر لو سمعنا جمله نطلع كلمه او كلمتين عارفينهم، وهي يعني ممكن تفهم جمله او تفهم بيتقال ايه. وده اللي بيحصل مع الاطفال وهم صغيرين، ايا كان الطفل ده اتولد في مصر في امريكا في فرنسا في المانيا، بيبدا من هو صغير بيبدا يسمع اللغه كتير ويكون عنده حصيله لغويه، وبعد كده بيبدا يقلد الكلام ده ويقوله. في الاول بيبقى نطقه مش صح وبيقول غلط، بعد كده اهله بيصححوا له واحده 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 بيبدا يتكلم زيهم. بعد كده لما بيدخل مدرسه بيبدا يتعلم الحروف والكلمات وازاي يكون جمله. فاول مهاره تتظبط عندك لما تبدا تسمع انجليزي كتير وهي مهاره الليسننج. هتبدا تفهم حاجات معينه من الكلام اللي بيتقال، بعد كده هتبدا تفهم جمل بسيطه، بعد كده تبدا تفهم جمل معقده اكتر، بعد كده هتبدا ان انت تقلد الحاجات اللي بتسمعها دي وهتبدا تتكلم واحده واحده. هتلاقي السبيكينج اتظبط مع الوقت بقى ان انت تحفظ كلمات، هتبدا تكتب كويس، بعد كده تقرا كويس. ثالث حاجه الخطه اللي انت هتمشي عليها. بعد ما حددت هدفك ان انت تبقى فلوينت في الانجليزي لازم تعرف انت فين دلوقتي ومستواك ايه، وهحطلك في الديسكريبشن تحت امتحان تحديد مستوى تقدر تعمله وتشوف انت مستواك ايه. وهتبدا تشتغل على 3 حاجات: الجرامر، كلمات، والمهارات اللي انا قلت لك عليها. كلمات اللغه عموما بتبقى عامله زي الطوب اللي بتبني بيه البيت، والجرامر عامل زي الاسمنت بالظبط اللي بيمسك الطوب في بعض بيكون شكل البيت، وانت بتستعمل الكلمات والجرامر بحيث ان انت تكون جمله سليمه. الجرامر هحطلك برده في الديسكريبشن فايل PDF هيفهمك ازاي تقدر انك تتعلم الجرامر بطريقه سهله جدا، وهم الموقع اسمه اكسبريس انجلش. بجد بشكر الناس اللي عملوا PDF ده، فادني كتير جدا وفاد ناس كتيره جدا. كل يوم ابدا اخد حوالي 5 أو 10 صفح من الكتاب ده وابدا ذاكر قواعد الجرامر واحده واحده. مش بس ذاكرها ان انت تقراها، مهم جدا ان انت بعد ما تاخد قاعده مثلا زي البريزنت سيمبل تدخل على الانترنت وتبدا تشوف امثله كتير على الموضوع ده، تشوف على اليوتيوب مثلا ناس بتتكلم وبتستخدم الزمن ده في الكلام اليومي. الكلمات، ناس كتيره كانوا بيحددوا ايه عدد الكلمات المهم اللي انت محتاجه علشان تبقى فلوينت في الانجليزي. ناس قالوا 800، ناس قالوا 1000، ناس قالوا 5000، ناس قالوا 10000، بس الوسط عدد الكلمات البسيط جدا اللي انت ممكن تستعمله في حياتك اليوميه وتقدر تتواصل بطريقه كويسه هم بس 3000 كلمه. في معظم الكلمات الاساسيه اللي احنا خدناها في المدرسه واللي بتدور علينا بشكل يومي في السوشيال ميديا او في التلفزيون او في الشارع، فدي حاجه كويسه. هسيب لك لينك برده فيه 3000 كلمه دول، ابدا ان انت تذاكر فيهم كل يوم، وابدا مثلا خد كلمه كلمه واعمل سيرش عنها على الانترنت واعرف معناها ايه وفي جمل مختلفه بيبقى شكلها ايه. في كلمات مثلا مش هتبقى عارف معناها ايه، ابدا خش ودور على جوجل بالصور شكل الكلمه دي ايه. يعني مثلا بيراميد، انت مثلا ما تعرفش يعني ايه بيراميد، فابدا خش اكتب على جوجل ودور على الصور، هيطلع لك صوره ان بيراميد ده يعني الهرم، وابدا استعمل الكلام اللي انت حفظته بشكل يومي وابدا كرره كتير علشان تحفظه ويثبت في دماغك، وحطه في جمل مختلفه. مع التكرار هتلاقي معظم الكلام ده حفظته وبقى سهل عليك ان انت تقدر تقوله بطريقه صح. حاجه مش عارف النطق الصح بتاعها، خش على جوجل ترانزليت ودوس على العلامه دي. رابع حاجه عيش بالانجليزي. دول شويه نصايح كده مختلفين هيساعدوك ان انت تتعلم انجليزي بصوره سريعه والموضوع يبقى فن وانت بتتعلم. عيش اكنك عايش في بلد اجنبيه، اتكلم بالانجليزي. يعني مثلا حاول مبالغ بالانجليزي، اتفرج على
على افلام ومسلسلات كتير. شوف مثلا اكتر فيلم بتحبه بالانجليزي، اتفرج عليه مره بترجمه عربي، بعد كده بسبتايتلز انجلش، بعد كده حاول تقفل الترجمه والسبتايتلز وشوف هتفهم منه قد ايه. ابدا كل حاجه حواليك اعرف اسمها بالانجليزي. سرير مثلا معناه ايه، تلفزيون، كتاب، حيطه، سقف، عربيه، ماشي في الشارع مثلا ابدا افكر الحاجه دي اسمها ايه بالانجليزي. العربيه مثلا الشخص السايقها قول عليه ان هو بيعمل ايه بالانجليزي. دي حاجه تخليك تتعلم انجليزي بسرعه جدا. في الاول هيبقى الموضوع صعب ان انت تبدا تفكر بالانجليزي، دماغك متسيستمه ان انت تفكر بالعربي، بس واحده واحده لما تبدا تعمل جمل بشكل كويس. مثلا الصبح مثلا تبدا تفكر لو انا مثلا عايز اطلب فطار مثلا وانا في دوله اجنبيه هقول عايز ايه، وانا عايز اكل ايه، الحاجات دي اسمها ايه، الاكل اللي انت بتحبه ده بالانجلش معناه ايه. شوف انت مهتم بايه وابدا ان انت تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب في المجال ده، واقرا مثلا مقالات بالانجليزي عن المجال ده. انا مثلا كنت مهتم جدا ازاي انا اتعلم جيتار، وكانت التوتوريالز بالعربي ازاي تتعلم جيتار كانت قليله جدا، فكنت بتفرج على التوتوريالز بالانجليزي ازاي تقدر تتعلم جيتار. فكنت بعمل حاجتين في نفس الوقت، بمارس انجليزي وفي نفس الوقت بتعلم الهوايه اللي انا بحبها. ولو بتتفرج على الفيديو مثلا هتلاقي علامه السيسي اللي تحت دي، دوس عليها هتشغل لك كابشنز تقدر ان انت تقرا هو بيقول ايه، ولو عرفت تكرر الكلام اللي الشخص ده بيقوله ده برضه هيساعدك ان انت تتعلم بصوره اسرع. واحلى حاجه بجد على اليوتيوب ان انت لو مهتم باي حاجه وكتبت جنبيها فلوج تلاقي حد مسجل يومه مثلا وهو بيتعامل في مدينه معينه او في مكان معين بالانجليزي. مثلا لو انت مهتم بالزراعه هتلاقي في حد عامل فيديو على اليوتيوب ازاي بيزرع حاجه وبيروح يشتري الحاجات دي منين، بعد كده بيروح يعمل ايه وبيزرع ازاي. فالموضوع هيبقى حلو جدا ان انت تسمع كتير بالانجليزي وانت بتتفرج على حاجه انت مهتم بيها، وهتبدا واحده واحده تظبط الاكسنت وتعرف ايديومز وكلمات جديده انت ما تعرفهاش. شوف اي كونفرسيشن كلوب وروحه. مهم جدا ان انت بعد ما تبدا تتعلم انجليزي لفتره وتبدا ان انت عندك الثقه انك تتكلم ان انت تروح تمارس اللغه مع ناس بيتكلموا اللغه دي. شوف اي موقع اونلاين بيوفر لك ان انت تتكلم مع اجانب وابدا اعمل ده. وانت ماشي في مذاكرتك للجرامر والكلمات وبتعمل كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، ابدا سيرش عن كل مهاره قلت لك عليها وابدا اعرف ازاي تطور نفسك فيها. زي مثلا الليسننج، اكتب listening English tutorials، بعد كده speaking English lesson، وابدا طور نفسك في المهارات دي واحده واحده. خامس حاجه واخر حاجه هي استمر، كمل كل يوم ذاكر لو حتى حاجه بسيطه. زي ما قلت لك الحاجه الوحيده اللي بتقف ما بينك وما بين الهدف اللي انت عايز تعمله هي كميه الشغل اللي هتشتغله كل يوم لحد ما توصل للهدف ده. زي الداونلود بالظبط، بيبقى 1%، 2%، 10% لحد ما يوصل 100%. بس في ان انت تتعلم حاجه ملهاش 100%، هتفضل كل يوم تتعلم وتطور من نفسك. ومن الحاجات اللي انا معلقها ورايا بالظبط دي هتلاقي مكتوب consistency is more important than perfection. وعايز اطلب منك طلب في الكومنتات تحت، اكتب النهارده كذا كذا وانا قررت اتعلم انجليزي ومستواي دلوقتي كذا. بعد 6 شهور من المذاكره ارجع تاني لنفس الكومنت ده واعمل ريبلاي على نفسك واكتب جمله بالانجليزي اللي انت اتعلمته في خلال الفتره دي.